أكلة اسمها غريب بس طعمها لذيذ ويستاهل تجربوه. اكتبولي في الكومنت هي اسمها ايه ومن أي بلد وليه اتسمت بالاسم ده. فيها مزازة على قرمشة خطيرة. غسلت كوباية من العدس وغمرتها بكوبايتين من المية ورفعتها على النار. في الوقت ده هجيب كام شريحة من اللازانيا وهكسرها أصغر من عقلة الصباع. في الوصفة الأصلية بتتعمل بالعجين. العدس دخل 3/4 السوا. هضيفله كوبايتين من منقوع التمر الهندي وكوبايتين من المكرونة. ما تكتروش عن كده علشان يطلع القوام بتاعها حلو ومظبوط. ضفت لها مكعب مرقة، رشة ملح وفلفل، ونص معلقة صغيرة من الكمون. هقلب كل ده واسيب العدس والمكرونة يستوي كويس، وهعمل التقلية بتاعتها في كمية حلوة من زيت الزيتون، فرمة راس من البصل وحوالي 10 فصوص من الثوم. وبعد ما بقى لونهم ذهبي نزلت عليهم بربطة من الكزبرة المفرومة ناعم، وهقلبها كويس على نار هادية كده لما تتقلى، وانزل بيها على الخليط بتاعي واقلب واحطها بقى في طبق بايركس عشان طبقات الالوان بتاعتها تبان. زينوها بالعيش المحمص، البقدونس المفروم، الرمان، وشوية زيت زيتون كده على الوش تاني. والبصل المقرمش بيبقى عليها خطير. انا افتكرته بعد ما خلصت الوصفة. اكتبولي بقى اسم الوصفة دي في الكومنت وقولولي حبيتوها ولا لا. وبس كده.